أما كفاه لم يروا أحدا أفضل منه كفين. كان ضخم الكفين واسعهما، وكانت كفاه ممتلئة لحما، وكانت لينة ناعمة، وكان صاحب ذراعين طويلتين جميلتين، وكانت يده ألين من الحرير والديباج. الصحابة رضي الله عنهم كل يصف يد النبي، فيقول أحدهم كانت يده أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك، وكان إذا سلم عليه، إذا سلم أحد الناس عليه تندعث من يده رائحة المسك كأنها قد أخرجت من جعبة عطار. أي إذا مسست يد النبي وسلمت عليه كأن يد النبي من شدة المسك الذي فيها كأنها قد خرجت من شيء قد اجتمعت فيه عطور الدنيا كلها. وهذه اليد قد أنبع الله الماء من بين أصابعها، وهذا في مرات كثيرة. وكان إذا صافح الرجل لا ينزع النبي يده من يده حتى يكن المصافح له هو الذي ينزع يده، ولم يكن يصرف وجهه عن جليس أبدا، ولم ير مقدما ركبتيه بين يدي جليس له، اللهم صل عليه. أما إبطيه كان النبي أبيض الإبطين، وهذا خلاف كل الناس. أي إنسان تنظر إليه وحاول تنظر إلى نفسك ترى أن ما تحت الإبطين جلده متغير عن لون جلدك. أما النبي فكان النبي عليه الصلاة والسلام لون إبطيه بلون جلده، أي بشرة جلد الإبطين بلون جلد الجسد. وكان صاحب إبطين جميلتين. كيف عرف الناس ذلك؟ كان النبي ربما يلبس ملابس واسعة الكمين، فإذا سجد وباعد بين يديه يرى الصحابة في الصلاة في صفوفهم شدة البياض من إبطيه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. أما ساقه كأنها جمارة، هكذا قالوا، يعني شديدة البياض، إذا نظر إليها الناظر رآها كأنها تلمع. يطأ الأرض بقدميه جميعا، يطأ الأرض بقدميه جميعا، إذا داس على الأرض في مشيته ملأ برجليه الأرض من خطوته صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.